انتي المسؤولة عن نوع الراجل اللي بيدخل حياتك، سواء من فكرتك عن نفسك أو فكرتك عن الرجالة. أنماط الرجالة اللي بتجذبيها حسب شخصيتك أو صورتك عن الراجل. أول نمط معانا هو ضعيف الشخصية، الاعتمادي، الغير مسؤول. بيظهر لما انتي بتكوني أنثى مسيطرة، شايفة ان الرجالة ملهمش لازمة أو مش مسؤولين، فيجيلك راجل يعتمد عليكي في كل حاجة، من فواتير لقرارات، وكأنك مامته مش شريكته. النوع التاني الخاين، بيظهر لو انتي عندك اعتقاد ان الرجالة كلها بتخون أو جواكي خايفة من الخيانة. عقلك الباطن بيختار لك اللي بيثبت لك فكرتك، وتلاقي نفسك في علاقة بتأكد قناعتك. تالت نوع العنيد، المتعصب لرأيه، بيظهر لو شخصيتك ما فيهاش مرونة وبتحسي انك لازم تثبتي نفسك بالجدال وبالعند، فتجذبي راجل أعند منك، وكل نقاش بينكم يبقى شد وجذب مستمر وصراع. المسيطر اللي بيهين ويقلل منك، بيظهر لما انت بتكوني ضعيفة، تسكتي على الإهانة وعايشة دور الضحية، ومن جواكي مستسلمة أو راضية، مع انك بتشتكي بس انت راضية بالوجع. فبيتكرر السيناريو، وكل مرة يزيد سيطرته وأهانته. خامس نوع البخيل. البخيل ده أصلا شايف إن قيمته كلها في فلوسه، وخايف من استغلال الستات ليه، شايف كل واحدة بتقرب منه علشان فلوسه. فأنت بتجذبيه لما تكوني طماعة ومركزة بس على مادياته، وهتاخدي منه قد إيه، اللي هي بالمصري كده عاوزة تقصقصي ريشه. سادس نوع، وده بنلاقيه كتير جدا، اللامبالي، اللي هو مش مهتم. وده النوع اللي هو لما انت بتتجوزيه تقولي له اللمبه محروقه، الغساله بايظه، بيفضل بالشهور واحيانا بالسنين وما يصلحهاش. ليه انت جذبتي النمط ده؟ لان انت مهتمه بزياده، وحاسه ان قيمتك في العطاء الزايد، وعندك اعتقاد انك مش هتاخدي حاجه غير لما تدي كتير قوي. والنوع ده مهما تعملي هو مش هيقدر، لانك بتعملي كل الادوار. النوع السابع الاناني، بيظهر لو انت بتمسحي نفسك وبتحطيه في الأول دايما. النتيجة بينعكس ده براجل شايف نفسه بس وما بيفكرش غير في احتياجاته. تامن نوع الكذاب، بيظهر لما انت أصلا مش صريحة مع نفسك أو بتخافي تواجهي الحقيقة، فبتجذبي راجل بيخفي الحقائق ويزوق الكلام كأنه مراية لعدم صدقك مع نفسك. كل راجل بيظهر في حياتك هو انعكاس اللي جواكي. غيري فكرتك عن نفسك وعن الرجالة اللي انت أخدتيها من المسلسلات، هتلاقي نوع مختلف تماما بيظهر لك وبيخبط على بابك.